تاني يعني. انا اجازتي لسه اخدها ونفسي اروح اقضي نيجي تاني يعني، عشان صحابي اللي بتروح ملناش بركه اللي هم والله، واحنا نفسنا نحميهم بس الناس مش سايبانا. واحنا مستعدين ما ننزلش ولا يوم من هناك، احنا مستعدين نفضل في البلد دي ما ننزلش منها خالص، حتى اجازتنا بنيجي قبل ما بتكمل بنروح تاني. بس احنا اللي عايزين نفهموا حق الناس اللي بتموت بس، مش عايزين اللي حقه. انا عسكري في الجيش في العريش. يعني زمايلك اللي توفوا دول زمايلي محمد طه ده زميلي. محمد طه ده زميلي. محمد طه ده زميلي، كلهم زمايلي وكلنا اخوات. احنا عايزين لها حل، مش عايزين كل يوم ناس تموت مننا. اخر موقف ليك كان مع حد من اخر موقف مع محمد كان مع محمد طه، كان في الجيش، كان في الامن المركزي. ايه اللي حصل بينك وبينه؟ مفيش، عادي، احنا بنقعد مع بعض، بنقابل بعض كل مثلا 3-4 ايام، لان هو في كتيبه وانا في كتيبه، يعني هو في كتيبه وانا في كتيبه تانية. كنا لسه متصورين مع بعضنا وكنا لسه، والله يرحمه بقى. احنا مش عاوزين كل يوم نبقى نقول شهداء، عاوزين نجيب حق الناس دي عشان برضه اهاليهم ولا امه ولا اهله، عايزين نجيب حقهم مش اكتر. بس مش عاوزين كل يوم ناس تموت مننا، كل يوم ناس تموت مننا. عاوزين حل للناس دي، اي حل للناس دي. الواحد حاسس ان هم معلش بيخلصوا. يعني انت مستعد تقطع اجازتك وترجع تاني؟ انا مستعد اقطع اجازتي ومستعد دلوقتي. قعدت 3 سنين ما نزلش اجازه بس يخلصوا على خير مش اكتر. بس واحنا عادي، هم محمد مش اول ولا اخر واحد هيموت يعني، واحنا معرضين في اي وقت في اي لحظه ممكن واحنا وماشيين نتضرب علينا، وممكن احنا اول ما بنطلع بنقول يا رب يا رب الصراحه وربنا يصبر